اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باقي التجديدات بتاعة أمي عشان ترجع بالسلامة إن شاء الله، تلاقي البيت يعني جددناه وكده بأقل الإمكانيات طبعًا على قد الإمكانيات، زي ما انتم شايفين كده هنبدأ بعد ما دهنا البيت وش أول، هندهنه وش تاني وهنكمله بقية الشبابيك، وفي نفس الوقت هاعمل لكم جولة كاملة في البيت بعد ما خلصناه ورتبته وسيقته وكده. تابعوا بس معايا الفيديو للنهاية وإن شاء الله هيعجبكم فكرة أو معلومة هتستفادوا بيها. أول حاجة بعد طبعًا ما خلصنا الجدران يعني زي ما قُلت لكم، هنبدأوا بالشبابيك والبيبان وبعد كده هنبدأوا بالوش التاني بتاع البيت. ده كده هيبقى اللون أبيض بتاع الشبابيك اللي هو من جوّه، لازم يكون أبيض يعني عشان إحنا عاملين البيت لونه فانيليا لاتيه، وطبعًا هيكون الأبيض مناسب لإن الأبيض بيليق على كل حاجة. زي ما انتم شايفين كان ده لون الشبابيك، كان لونه سماوي كده تقريبًا، يعني لونه هادي برضه مش وحش، فهنحط عليه لون أبيض، هندهنه يعني الشبابيك لون أبيض. أهو زي ما انتم شايفين النجاش يعني كان بيجيلنا بعد المغرب عشان إيه يخلص النجاشة وكده. أهو زي ما انتم شايفين هيدهنوا أبيض وهيدهنوا مرتين عشان يبقى لونه يعني اللون القديم ما يكونش باين من اللون الجديد، فهيدهنوا مرتين، هيسيبوا ينشف ويدهنوا مرتين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هيدهن طبعا الشباك بتاع اوضة النوم، الأوضتين يعني، والشباك بتاع الصالة، هما 3 شبابيك بس، والبيبان برضو الباب بتاع البيت الكبير وباب الأوض هيدهنهم برضو باللون الأبيض، بس باب الشقة اللي هو البيت أو الباب بتاع أمي هيدهنوا اللون الكموني، وهتشوفوا برضو الدرجة بتاعته دلوقتي. اهو زي ما انتم شايفين كده، وان شاء الله باذن الله ما نيجي نرسموا الكعبة والطيارة باذن الله يعني هبقى اصور لكم برضو فيديو ازاي بتترسم وكده ان شاء الله باذن الله. بس ادعوا بس الراجل بتاع الراجل يعني الرسام يجي على طول عشان اخوه متوفى وكده، فمش عارفة هو هيجي امتى بصراحة. وامي خلاص يعني هتيجي يوم الاربع باذن الله اللي هو اللي بعد العيد زي ما انتم شايفين كده. بس بصراحة والله العظيم شكل البيت فرق كتير خالص يعني. هو الأول دهن الشبابيك والجزاز فيه، وبعد كده طلع الجزاز ودهنهم عادي، كان أسهل وفي نفس الوقت أسرع. اهو بالشكل ده. ولو عايزة تجددي بيتك برضو بأقل الإمكانيات والله هتعمليه. وإن شاء الله برضو بإذن الله اما أمي تيجي هعمل لكم فيديو وهي جاية وكده والناس، وزي هي برضو عملت لكم فيديو وهي رايحة هعمل لكم فيديو إن شاء الله بإذن الله وهي جاية. بس يا رب ترجع بالسلام، عشان بجد والله العظيم وحشتني انا واخواتي يعني كتير. كده خلاص كان خلص الشبابيك. بدأنا بقى في الجدران حل شد اللزق ده بقى اهو، لان خلاص بقى احنا خلصنا الدهان الجدران وكده ما عدناش عايزين، فعشان يبقى الدهان بتاع الجدران باين نشيلوا اللزق دي عشان نعرفوا الفرق بين اللون بتاع الجدران واللون بتاع السقف. كده خلاص سابهم بقى تاني يوم لحد تاني يوم يعني عشان يشوفوا براحتهم. مش عارفة المقطع ده معود ليه بس دلوقتي هيتعدل. كده خلاص اهو كانت الشبابيك نشفت، بعد كده هيعلقها على طول عشان ما تتكسرش وكده. واللون ده الدرجة دي يا بنات بتاعت الجدران، الحتة اللي هي باينة دي برضو بيبقى معاه دهان كده في الاخر، لو في مثلا بقعة في حاجة متقشرة بيتهني.
اهو زي ما انتوا شايفين، بصراحة فرق شاسع، اللون فرق كتير والله، وفعلا حسينا بتغيير. وبرضو دهن الحمام، وده المطبخ اهو. وبتاع برضو الكهرباء هيجي، هوريكم يعني الكوبسات بتاعت الكهرباء وكده او البرايز لونها ازاي. اخترنا نفس الدرجة بتاع الجدران، لون الدهان بتاع الجدران، وجبنا الغطا بتاع ال- البريزة بتاعت الكهرباء اهو زي ما انتوا شايفين. وده الباب اللي هو في الوش، اللي في الوش يعني. وده البيت اللي هو بتاع اسف استغفر الله العظيم يا رب، اللون بتاع الباب بتاع بيت امي وكده. ودي جولة هواتف في شقة امي او بيت امي. دخلت طبعا التلفزيون، كنت سيكت البيت ومسحت برضو التلفزيون كده خلاص يعني، يا دوبك هفرش واسيكها الاول بعد كده افرش. ودي الشبابيك اهو من جوه ابيض، ومن بره هو اللون الكموني اللي انتوا شايفينه ده كده خلاص. وعلقت طبعا الصور بتاعت خالتي وستي وجدي وابويا. ودي المروحة برضو غسلناها قبل ما نعلقوها اهو. دي البرايز اهيت بنفس الدرجة. ودي ابويا الله يرحمه ويجعل مسؤول الجنة يا رب. ده خلاص اهو. والبيبانات باللون الابيض وكده بقت زي الفل، والارضية نظيفة. فاضل بس امسح لها التلاجة وافرش لها البيت وخلاص اهو زي ما انتوا شايفين. الدرجة بصراحة تحفة، ومخلية البيت منور كده وجميل اهو زي ما انتوا شايفين. وطبعا سايبة شبابيك مفتوح عشان تهوي البيت وكده. من جوه ابيض ومن بره اللي هو اللون الكموني ده. ودي الاوضه التانية، هما اوضتين والحمام والمطبخ والصاله. ودخلت طبعا المراتب جوه يعني عشان ما تتبهدلش وكده، عشان ان شاء الله باذن الله بعد الناس ما يعني ما تخف شويه من عند امي هننصب لها السرير وكده. وده الدولاب عدلته في مكانه وطبقت الهدوم بتاعت امي كلها. واللي تحت ده عبايات اخواتي اما بيجوا يعني وبيلبسوهم وكده. والضلفة اللي هي في النص دي عبايات أم الخروج والخمرة وهدوم أبويا. والكرتونة دي برضو فيها هدوم. الضلفة الأخيرة دي الركن الهادي البعيد. الحاجات يعني اللي أمي ما بتقدرش يعني اللي أمي ما بتستعملهاش كتير، جديدة ما بتستعملهاش. ودي الشباك اهو، ودي الحصر اللي أنا هفرشها بإذن الله. وآدي المطبخ والرخامة، وجبت لها مطبقية جديدة، وإن شاء الله بإذن الله أحط لها المطبقية التانية برضو. بس اما الناس تخف شوية، لان احنا عندنا اوضة تانية حاطين فيها كل العزال بتاع البيت كله. وده مكان البوتاجاز، ونحط البوتاجاز في الظهر الجدار بتاع الصالة. وهوقف لكم دلوقتي عند باب البيت وهتعرفوا تقسيمة البيت عاملة ازاي. الباب البني ده اللي احنا حاطين فيه كل البوتاجاز والنيش بتاع امي، والدولاب الخزين بتاع الاكل وكده. اوضتين هما على ايد كل يمين، والمطبخ والحمام في الوش. وده كل ده بتاع امي، ملك الام يعني.